السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. عايزة أقول لكم وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. بحبكم في الله، ما تنسوش الشير ولايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايبي. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا كده، زي ما احنا صورنا معاكم في الأرض وقلنا هنتابع مع بعض كده شغل الأرض أول بأول. عفوا حبايبي. قلنا هنزرع بقى مع بعض كده الأرض ونخضرها ونشوف مناظر طبيعية جميلة كده، ونستفاد بخضرة وبزرع ربنا بعتهن. ان احنا نعمر الأرض ونرجعها تتملي خير تاني، ونشوف كل حاجة حلوة كده في خضار الأرض دوت ونزرعها مع بعض كده. طبعا انا حبيت اشارك معاكم كل حاجه اول باول زي ما قلنا. انا وريتكم الارض قبل ما نخططها وقبل ما نعملها وقبل ما نوضبها اساسا، زي ما صورت معاكم في الفيديوهات اللي فاتت. الفيديو بتاعنا بقى عايزه اوريكم ان عم جميل الراجل المزارع الجميل دوت بصراحه. الراجل ده يا جماعة عايزة اقول لكم على شغله وعلى جماله وعلى نظافته وعلى ان هو يعني بصوا بضمير، بيشتغل بضمير بجد والله. ربنا يديله الصحة والعافية يا رب العالمين. يعني في اقل وقت حاول ان هو ينظف الارض، والله يبارك له ويسعده ويديله الصحة. في اقل وقت عمل زي ما انتم شايفين كده خطط الارض وظبطها وعمل فيها العمايل دي كلها، يعني اللي هو بقى ايه، يعني عنده ضمير في الشغل بصراحه ولوحده. مش هقول لكم ان في حد معاه مساعده ولا اي حاجه، والله العظيم لوحده. مسك جزء من الارض كده، نضفه الاول وشال منه الحشايش وشال منه الحاجات اللي هي بتطلع في الارض بقى، اللي هي المفروض بتعطل لنا الزرع. بقى ينظف وبقى يشيل وبقى ايه يرجع تاني يشيل من حتت عاليه ويحط في حتت واطيه. ده كله عشان يظبط الارض. يعني بقى يجيب تراب، لان الارض من قدام من هنا من الحته دي كده كانت واطيه، فالميه طبيعي كلها بتيجي تقف وتتكون هنا. فعلشان كده بقى يشيل من ورا عشان يظبط الارض ويرجع ايه يحط في الاماكن الواطيه اللي في الارض. بصراحه الله يبارك له ويسعده، يعني شغل بضمير بصراحه. هنا بقى خطط الارض زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هنزرع هنا بسله. احنا قلنا ان احنا هنزرع في الارض دي بسله وكرنب وقرنبيط. المكان الجزء اللي احنا شربناه ميه دلوقتي ده هنزرعه بسله. طبعا انا بقعد معاه وباخد منه معلومات قيمه، وباخد منه برضو شويه معلومات عن الزرع كده، علشان خاطر برضو ايه يبقى عندنا برضو خبره في كل حاجه مع بعض كده. هو قال لي ان البسله عشان نزرعها لازم نسقي الارض ميه الاول ونسيبها يومين لحد لما تشرب الميه دي كلها وتبقى طريه، وبعد كده يزرع فيها البسله عادي. طبعا احنا بعتنا جبنا عربيه ميه وسقينا الخطوط اللي هو عاملها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على شغله، والمنظر نفسه يشرح القلب كده. ملينا الارض ميه كده زي ما انتم شايفين. هيملى الخطوط دي كلها ميه وهتخمر. هتستنى يومين بعد الميه لما تنشف بقى من الارض، ويبدا ينزل يزرع البسله بقى في الخطوط دي. يا جماعه بيمسك الخطوط دي من الجنبين، كل جنب. هنصور مع بعض برضو ساعه الزراعه، وهصور معاكم وهو بيزرع الارض، وهنصور الطريقه وانا هزرع معاه ان شاء الله، واصور الفيديو وتشوفوني وانا بزرع معاه في البسله. ناخد فايده وناخد فكره عن كل حاجه. وانا فرحانه جدا ان الارض هتخضر. ده بقى يا جماعه حد هيقول لي ده ايه؟ هقول لكم ده حصو وحجاره وحاجات طالعه من الارض. زي ما انا قلت لكم الراجل ده شغال بضمير. يعني لما كان بيعمل الارض كده وينظف، فكان يجي يلاقي حصو زي كده، يقول لك الحصو دوت هيعمل ايه. الحصو دوت بيعاكس في الجذور، يعني بيعاكس معاكي في جدر الزرع بعد كده. فلا اي حصو تلاقيه في الارض زي ده يشيله وكان يطلعه. يعني بص لدرجه ايه ان هو يعني حاجه بسيطه جدا بس بيهتم بيها. يعني قال لك الحصو ده انا بنضف، وكل ما يعمل خط يلاقي شويه حصو من ده فيشيلهم ويرميهم بره زي ما انتم شايفين كده، علشان ما يعطلش ليه اي زراعه ولا يعطل ليه اي حاجه في الزرع. وفي نفس الوقت جدر الزرع يعرف ان هو يفرط في الارض براحته، ما يلقيش اي معاكسات ولا اي حاجه فيه. فبسم الله ما شاء الله
ربنا يا رب يحسن ما بين ايده ويديله الصحه والعافيه يا رب، ان هو يخضر لنا الارض ويزرع لنا فيها كل حاجه. عايزه اقول لكم قد ايه انا مبسوطه بالارض، وان هي هتخضر، وان الزرع هيبقى حوالينا، واي حاجه محتاجينها في الارض بنلاقيها بتبقى جنبينا. الخضار بيبقى قد ايه غالي في السوق، وانتوا شايفين الطماطم والبطاطس والبسله وكل حاجه في السوق شاده في غلوها الخضار. فاحنا ان شاء الله نزرع ويكون خضارنا تحت ايدينا. لو الحاجه غليت ما نحسش بغلاها، ما نحسش ان في حاجه ناقصه معانا. كفايه ان انت تطلعي بس تبص المنظر والخضره، وتبص المنظر الارض، وتحس ان المنظر نفسه كده بيبقى مريح للعين وللنفسيه. فان شاء الله دعواتكم لينا يا رب العالمين، ان احنا ان شاء الله نقدر نزرعها كلها، ونزرع الارض التانية والاجزاء كلها، ونحاول ان احنا بقى ايه يعني نخضر على قد ما نقدر، ونستفاد بالزرع وبالاراضي الفاضيه دي ان شاء الله تعمر. تحس ان انت في عمار، لما بتعمر الارض قسما بالله بحس ان واحد كده في عمار والدنيا لسه بخير. طبعا هو شغال اهوت، هو دلوقتي موقف عربيه الميه بيسقي الخطوط اللي هو عاملها، والجنب لسه هيجي بقى ايه يكمل بقيه الحاجه. وان شاء الله ربنا يعينه ويقويه يا رب العالمين، واحنا بنزرع مع بعض بامر الله ان شاء الله. برضو هنتابع معاكم في الزرع وفي كل حاجه لحد الارض لما تبدا تنبت وتخضر، ولحد ما نجمع الزرع، واحنا ان شاء الله بامر الله رب العالمين هنبقى مع بعض. دي بقى حد هيسالني يقول لي دي ايه، انا اقول لكم دي زرعه البطيخ اللي احنا شفناها مع بعض قبل كده، وكنت صورتها لكم. دي بقى جوه عندي في الجراج مش بره في الارض. دي طلعت لوحديها كده، كان كام شجره بطيخ لقيتهم طالعين لوحديهم. بصوا الفروع بتاعتها ممتده عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. طلعت بقى لقيت بطيخه زي كده طالعه. بس انا جيت سالت عم جمال قلت له هي ليه بتبدا تسوس؟ قال لي هي كانت عايزه تترش، وعايزه شويه قش تتحط تحت البطيخه عشان لما تكبر تكبر على نظافه، ما تسوسش من جواها ولا حاجه يعني. طبعا بسم الله ما شاء الله. بصوا البطيخه جميله، هي السوسه مش طايلها، دي في القشره يا جماعه، الحته اللي هي السودا دي في القشره نفسها بتاعه البطيخه. فالبطيخه كل يوم قدامي، كل مدى كل ما بلاقيها كل يوم بتزيد وتكبر حجمها يعني. فبسم الله ما شاء الله فرحانه بشجره البطيخ. طبعا كل يوم اسقيها واخد بالي منها، هي كذا شجره بس دي اللي فرعت وكبرت، والباقيين لسه يعني ايه بيستعدوا ان هم يكبروا ويطلعوا يعني. شجره البطيخ دي بصوا بسم الله ما شاء الله. لقيت البطيخه دي طالعه، وفي بطيختين صغيرين تانيين تحت الشجر برضو لسه بيبداوا ايه ان هم يكبروا سنه بسنه ويطلعوا. سقيتها وقلت اصورها معاكم. انا بلاقي اي حاجه في الزرع بفرح فيها بصراحه والله العظيم، وبفرح باي زرع واي حاجه خضراء قدامي. الشجره دي مدت كده وجذورها بسم الله ما شاء الله وفروعها مدت. هنا بقى الحته اللي انا بزرعها بتاعتنا، انا زرعت فيها ذره وحطيت فيها ذره وزرعت وسقيتها ميه، وان شاء الله تحاول ان هي تخضر معانا بامر الله. كده كده احنا معتمدين على الزرع بره وعلى الارض الكبيره دي. برده شجره بطيخ يا جماعه طالعه برده اهي لوحديها. البطيخ ده انا مش زرعاه والله، اللي انا جيت لقيته طالع لوحده كده. اي حاجه في الارض بقى انت بتشربي الارض ميه، اي حاجه في الارض بتلاقيها بسم الله ما شاء الله، اللي هي بتجيب معاكي بقى جميع انواع. بص اللي ربنا خلقه اللي هو بقى اي حاجه مرميه في الارض تخضر. دي بقى شويه كزبره، لما كنت انا بادره الكزبره والجرجير والفجل، جيت شجره الكزبره دي لقيتها طالعه ريحتها تحفه تحفه. مش عايزه اقول لكم الكزبره الفلاحي ديت لما بتطلع في الارض كده بتبقى ريحتها حاجه تانية خالص. شجره الكزبره دي بقى طالعه جنب البطيخه، مكان ما كنا زارعين الارض جرجير وراشين فيها بذور وحاجات، فبتيجي بقى واحده تفلت كده او حاجه بلاقيها بقى، فطلعت شجره كزبره طعمها ريحتها تحفه. اخليها هبقى احطها على السلطه او اي حاجه. ودي زرعه البطيخ التانية وان شاء الله هتنتج لنا هي كمان. حبيت اشارك معاكم الفيديو، وحبيت اشارك معاكم الزرع، واشارك معاكم كل حاجه احنا بنعملها. يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم وتنول اعجابكم. بصور معاكم كل حاجه اول باول. شجعوني بكومنتات وبلايك ومشاهده للفيديو، وان شاء الله اقدر اقدم لكم كل جديد معانا في الزرع اول باول. والارض برضو دي لو اخضرت اصور معاكم فيها ان شاء الله، لو ما اخضرتش يبقى نزرع فيها حاجه تانية ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم، يا رب يكون خفيف على قلبكم. تابعوني.